واقتنع دايما بنفسك وما ترميش حملك على حد. الحوجة لغير ربك صدقني معاك هتشوفها سد. اسند حالك بحالك، مش كل الناس سلكالك. اللي يقولك بحبك خلي الاول يثبتها لك. مشكلتك انك طيب مع ناس ما تستاهلش، كل يوم بيلبسوا يجي مليون وش، يكسروك واخرتها يقولوا معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا جدا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كده في اتم صحة وتكونوا في احسن حال. وبدأ التجديد والتظبيط ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب كده. يعني نستعيذ من الشيطان الرجيم كده ونقول بسم الله ونعمل شغلنا ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب. هنشطب الدور التاني يا جماعة، بدأنا الشغل خلاص اها. بس عايزاكم كلكم يا حبايب قلبي بالله عليكم كده يا جماعة، والله العظيم فعلا انا محتاجة وقفتكم معايا جو الفترة دي. زي ما وقفتوا معايا في الدور الارض، بالله عليكم تقفوا معايا دلوقتي يا جماعة. نفسي منى عيني كده ان انا اظبط البيت، نفسي والله العظيم. عايزة بس يعني انا عارفة ناس كتير هتدخل تهاجمنا على الفيديو ده ويقولوا ليه ما انت ظبطت الدور الارض وكده. انا يا جماعة مش بظبطه يعني ان انا اتباهى بيه ولا اعمل. والله العظيم عايزه اعمله مشروع زي ما انتوا قلتولي كده، وكانت فكره حلوه جو. نفسي ان انا اعمل مشروع كده يكون مصدر رزق ثابت ليا، فاهميني؟ ربنا يخليكم ليا يا رب. فبالله عليكم تقفوا جنبي كده وتشجعوني كده يعني. تابعوا لي الاعلانات يبقى كتر الف مليون خيركم. انا مش عايزه حاجه من حد ابدا، نفسي ربنا كده يكرمني بس اني اجي كل اخر شهر كده اقبض يعني ربح كده كويس، يعني ان انا اقضي بيه اي مصلحة. تمام؟ فربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم ابدا. عارفة والله ان انتوا بتقفوا معايا ومش مقصرين ابدا، وعارفة ان انتوا بتتمنوا ان انتوا تشوفوني في احسن حال. ربنا يسعدكم يا رب، والله ده حاجة كبيرة جوا عندي حبكم ليا. فربنا يسعدكم يا رب ويخليكم ليا. محتاجة يعني انتوا اتعبوا معايا شوية دول، معلش ربنا يخليكم ليا يا رب. والله انا بتكلم كده معاكم لان انا مش معتبراكم متابعين، والله معتبراكم اهلي وناسي وصحبتي وعزوتي. اي حاجة بتبقى مضايقاني كده بقول يلا راح اسجل على الفيديو واقعد اتكلم معاكم. فبحب ان انا اتكلم معاكم بجد. والله نفسي ان انا يعني اعمل كل حاجة حلوة كده تسعدكم وترضيكم وتعجبكم، مش بس عشان خاطر يعني يبقى شغل في القناة. والله ابدا قبل ما يكون شغل في القناة بحب ان انا متابعيني كده يبقوا مبسوطين بكل اللي انا بعمله في القناة، بكل اللي انا انزله لكم. ربنا يخليكم ليا. طبعا انا بحب ان انا اشكر كل متابعيني وكل حبايبي من مصر ومن خارج مصر وكل محبيني. ربنا يسعدكم يا رب ويبارك لي فيكم. بشكركم جدا على دعمكم ليا وعلى كل الكلام الجميل اللي انتوا بتكتبوه في حقي. ربنا يخليكم يا رب ويسعدكم ويجعلوا كده ان شاء الله في ميزان حسناتكم ويجازيكم عنا خير يا رب. الكلمة الحلوة دي صدقة، الكلمة الحلوة بس صدقة. فانا عايزة كل الكومنتات الجميلة تكتبوها لي، انا ببقى فرحانة جو والله لما بمسك التليفون كده وبقرا التعليقات الحلوة كده ببقى مبسوطة جو. ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم ليا. فعايزه اقول بس كلمتين حلوين يا جماعه. اللي يدخل يكتبوا تعليقات يعني يا جماعه، عايزه اقول لكم الطموح مش وحش، الطموح حلو. خلي عندك طموح وخلي عندك هدف انك توصل له عشان خاطر ربنا يكرمك كده ويقف معاك. انما انت طول ما انت سلبي كده وحاطط ايدك في ميه بارده زي ما بيقولوا، عمرك ما هتوصل لاي حاجه انت عايزها او انت عايزيها. انا سعيد والله سعيد كتير جو اقسم بالله انا تعبت في حياتي جو يا جماعه. ولو قعدت احكي لكم من هنا للسنه الجايه والله العظيم تاني مش هخلص كلام عن كل التعب اللي انا تعبته وعن كل اللي انا شفته في حياتي المرار. بس الحمد لله الحمد لله سعيت ودايما بقول الحمد لله، دايما بقول الحمد لله. والله على الوحشة قبل الحلوة بقول الحمد لله ان ربك كبير، ربك كبير. وربنا سبحانه وتعالى دايما يقول من حمده زيده. يعني احمدوا ربنا قم ربنا يزيدكم كمان وكمان. وربنا يبارك لكم جميعا يا رب ويرزقكم ويعطي كل محتاج يا رب، ما يحوش حد لحد ابدا. اللهم امين. الحوجة دي يا جماعة مرة جو قوي. الحوجة دي اوحش حاجة في الدنيا على فكرة.
بس فان شاء الله ربنا يبارك لنا كده جميعا يا رب، ويرزقنا جميعا برزقنا ورزق ولادنا، اللهم امين يعني. بس فانا حبيت بس ان انا اقول لناس كتير يعني بيدخلوا يقولوا ده احنا متغربين ما عملناش ربع اللي انت عملتيه. طب انا ذنبي ايه يا جماعة؟ انت ايه ماشي، انت متغرب، انت متغرب ولا انت متغربة، تتعب وتشقي عشان خاطر تعملي تلبسي وتتنزهي وتاكلي وتشربي والكلام ده، مش عاملة حساب خالص ان انت تعمري بيتك، تبني بيتك، تعمل كده. طب انا ذنبي ايه في كده؟ انا بقول يعني الشغل والتعب والاجتهاد دوت ان انتوا تاكلوا وتلبسوا بس، لا ما في حاجات تاني، في اولويات كتيرة جو في الحياة عايشين عشان خاطر نعملها. بس فرضا ربنا طبعا بالكل، انا الحمد لله ربنا راضي عني، الحمد لله انا عارفة ان ربنا راضي عني، عشان كده ربنا دايما كريمني. وانا والله عمري ما بصيت لحد، ولا بصيت لحد في شقيه ولا في رزق ولا في تعبه. انا تعبانه وبشقى وبسعى وبقول يا رب والحمد لله وربنا واقف معايا. شوفوا يا جماعه الحيطه اللي احنا بنهدها دي جوه الحمام عندنا، فان شاء الله هنوسع الحمام، وكل اللي انا ان شاء الله ما عملتوش في الدور الارضي هحاول بقدر الامكان كده يعني ان احنا نعمله فوق. طبعا ده كله بعد ربنا يعني ما ربنا سبحانه وتعالى بالكل. بس فبعد وقفة ربنا سبحانه وتعالى بعد ربنا انتوا، فانا عايزاكم يعني تقفوا معايا كده وتشجعوني وبرضه عايزة اقتراحاتكم ليا، يعني مش عايزة ابدأ الشغل هنا كده وخلاص، عايزة الشغل يتبني على اساس، فاهميني؟ اساس كويس كمان يعني. اظبط الدنيا، اظبط الحمام، هعمل فيه ايه، اسوي ايه. بس فكله بمشورتكم والله. انا لما بقيت اشور عليكم كانت ناس كتيرة تقول لي انت كل حاجة تسألينا فيها. ايوه بحب اسألكم عشان انا عارفة ان انتوا بتفيدوني، عارفة ان انتوا بتحبوني وكده، وبتتمنوا ان انتوا تشوفوني في احسن حال. بس فانا مشورتكم حلوة يعني بتفيدني، بلاقي اقتراحات حلوة جو منكم تتكتب لي، فانا بمشي عليها والله، وربنا يخليكم ليا، كله ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وثم فضل توجيهاتكم ليا برضه. انا مشيت على كل اقتراحاتكم والحمد لله الحمد لله. يعني بسم الله ما شاء الله يعني وصلنا النتيجة ما كنتش اتوقعها ابدا، الحمد لله. بص الحيطة بعد ما فضلت ازح فيها قعدت اهز فيها كده. زحتها مرة واحدة، لسه هوجع بالجالب والله، دراعنا بالزيت يعني اتخبل من كتر التخبيط يعني. الهد ده صعب جو على فكرة يا جماعة، برغم ان البنى اصعب. واحنا عندنا مثل بيقول العمار في سنة والخراب في ثانية. سبحان الله يا رب. يعني احنا لو فكرنا ان احنا نبني الحيطة ده على فكرة تاخد لها يومين على الاقل، والله تاخد لها يومين، وهتاخد مصاريف بنت لذينة. هتاخد بقى اسمنت ورملة ومجهود وتعب طبعا، وبنا بيبني والكلام ده، استحالة ان انا هبنيها يعني. بس فهتاخد مصاريف جامدة، انما في الهات بقى دب شاكوشين في التالت خلصت الحيطة. بس برضو هدت حيل يعني، هو الطوب يتشال بالعافية، الحتة اللي من فوق دي في الحيطة مررتنا طلعت عينينا والله. بس ما شاء الله يعني عملنا شغلها يعني، وسعنا الحمام وظبطناه وخليناه زي الفل. قولوا لي بقى هعمل ايه في الحمام، ابدا فيه؟ هو في قاعده بس قاعده بلد يعني من البلد العاديه اللي انتوا عارفينها، قولوا لي اظبطها ازاي. جانا وادم يا جماعه رايحين المدرسه بيقولوا لكم باي. طبعا احنا صاحيين ولادي بالطبل البلدي كتيت تيت اهلي. ما بيقوموش من النوم بالعافيه والله يعني، كتر خيرهم برضو، الجو برد الجو تلج كده. بس وانا رجع طبعا جبتهم من المدرسة، عملنا شوية جبت شوية سبانخ كده، سبانخ بلدي، وطبخت بطية ما بطتين عندنا. قالوا سألوا جحا عن المعزات، وقال واحدة نايمة وواحدة قاعدة. وواحدة واقفة، فهم كانوا 2، دبحت واحدة والتانية والله لسه قاعدة لوحديها يعني الزعلينة. نعملها بكرة ان شاء الله عليها حاجة، ولا يوم الخميس. بس ظبطت الدنيا كده شوية سبانخ، انما بلد، وهما بيبقوا شوربة البط بيبقوا حاجة عسل. شوربة البط تقيلة انا عارفة، شفتوها انتوا دسمة جو، بس برضو ظبطتها يعني متقلقوش.
بس واتبقت شوربة كتيرة من البطة، هبقى اعمل عليهم كرنبة ولا حاجة، بيبقى حلو جو الكرنب بشوربة البط، بيبقى حاجة تاني تحفة. بس كده يا جماعة، صليتوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحطيتوا اللايك. يلا بينا. يلا يا رب كده. انا بتمنى والله ان انا كل حاجة كده اعملها تعجبكم وترضيكم ان شاء الله. الفترة الجاية دي ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب نبدأ الشغل بقى عيد، ندخل في الجد يعني. هنبدأ الشغل كده وهيبقى في تظبيطات وهتبقى في حاجات حلوة جو ان شاء الله. بس زي ما قلت لكم كده يا حبايبي، ما تنسوش تشيروا لي الفيديو في اي موقع. ربنا يخليكم ليا يا رب. عايزه ربنا يكرمني ان شاء الله القبض دوت واعمل حاجه حلوه كده في البيت. بحبكم في الله وبتمنى لكم الصحه من كل قلبي، وكل سنه وانتم طيبين. بدأ الايام تعد عد تنازله ورمضان على الابواب. اللهم بلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، يجعلنا بالفرح والبركه واليمن، اللهم امين يا رب العالمين. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف مليون سلامة.